واجهة المنازل، والمواطن له رأي في ذلك أيضا. كنت غاديين في الشارع كنزلوا علينا في السطوحه كيبان لنا بزاف ديال لي بارابول، فهاد الشيء هذا كيخسر الجماليه ديال المدينه. في النشير اللي في بركوات ما خصوش يكون النسبه الانتظاريه ديال العين كيقدر يلعبوا على التلوث من نظره العين فيهم، وثاني كيخليو النظره ديال الدار ما تكونش هي هذيك بارابور وهذاك الشيء. علاش كيكونوا 7 8 في شقه واحده؟ شنو هو الاهم؟ بالإضافة إلى عدم ارتياح العين، هناك سلبيات كثيرة يتسبب فيها هذا التلوث البصري الذي يحدثه التوزيع العشوائي للصحون الهوائية وغيرها من المظاهر الأخرى. أحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف في مدينة الدار البيضاء يرى أن هذه المظاهر تشوه وجه المدينة. تدوج في الشارع تلقى هناك نشر الغسيل، هذه غير مقبولة وغير منطقية. التلوث البصري الذي تحدثه الصحون الهوائية الموزعة بشكل عشوائي وتناثر الغسيل من النوافذ وتثبيت المكيفات الهوائية في واجهات المنازل يجعلنا أمام سؤالين هما: هل توجد قرارات بلدية تحافظ على جمالية العمارة من هذه التشوهات؟ وكيف يكون تدخل الجماعات المحلية؟ هو التدخل كاين فيه جوج جوانب. كاين تدخل من أجل الإنذار ومن أجل يعني تحسيس نتاع الساكنة بأن هناك واحد الممارسة اللي خاطئة، ولكن ما كاينش الجانب اللي هو يفرض الحلول نتاع هذا الموضوع. وهذا الشيء هو اللي أشرت له، قلت خص صدور قرارات بلدية واضحة وتبلغ إلى الساكنة تهم إزالة كل ما من شأنه أن يلوث البيئة من حيث تأثير على البشر ولا على السمع. وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أخذت بعين الاعتبار ما يتسبب فيه انتشار الصحون المقعرة بشكل عشوائي ونشر الغسيل في أماكن ترى من الفضاء العام. ليس لنا في المغرب اليوم مقتضيات أو تنظيمات تشرع أو تنصص تثبيت الصحون الهوائية والمكيفات وكذا سخانات المياه بالطاقة الشمسية. وبالنظر للانعكاسات السلبية لهذه العمليات وما أفرزته على أرض الواقع، وبأمر من السيد الوزير الأول، فقد استصدر السيد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية دورية بتاريخ 7 يونيو 2009 حتى من خلالها السادة مديري الوكالات الحضرية على التقرب من السادة رؤساء الجماعات المحلية لحثهم على تنفيذ أو تفعيل اختصاصاتهم في إطار الشرطة الإدارية، وكذلك لقصد استصدار ضوابط بناء جماعية التي يخولها القانون تنظم هذه العملية. لكن ما هي أهداف هذه الدورية؟ وتنص هذه الدورية كذلك على أنه يجب عدم تثبيت المكيفات الهوائية والصحون الهوائية وسخانات المياه على الواجهة المباني وباحترام تراجع لضمان حماية الواجهة من التشوه. المسطرة إذن سيتم تمريرها إلى الجماعات المحلية التي سيكون بإمكانها آنذاك التدخل حتى تكون لنا بيئة عمرانية من دون ملوثات بصرية. قرارات تحثنا على عدم وضع أو تركيب ما يشوه المنظر العام للمنزل أو العمارة.